طبعا عزيزي الاوتاكو استغربت من العنوان بتاع الحلقه، بس في الحقيقه ده كان كليك بيت. استنى بس قبل ما تطلع عزيزي الاوتاكو، الواحد ما يعرفش يهزر معاك. هو مش كليك بيت قوي يعني، هو احنا فعلا هنتكلم عن توب 5 انميات سينن. وسينن دي عزيزي الاوتاكو تصنيف من تصنيفات الانمي، ومعناها ان الانمي ده ما ينفعش غير زائد 18. مش لازم يعني المعنى اللي في دماغك عزيزي الاوتاكو، لا عادي، ممكن يكون بسبب مشاهد دمويه او مستوى من الحبكه والغموض والتفكير ما ينفعش غير للناس اللي اكبر من 18 سنه. فشد الحزام عزيزي الاوتاكو وهات لك حاجه تاكلها او تشربها وانت بتتفرج على الحلقه. بس قبل ما نبتدي عزيزي الاوتاكو ما تنساش ترزع زرار اللايك وتشترك في القناه عشان يجيلك فيديوهاتنا اول باول. اخواتي الاوتاكويه اجمعوا. المركز الخامس عزيزي الاوتاكو هو انمي باراسايت. وانمي باراسايت بيتكلم عن مجموعه من الطفيليات قرروا ان افضل مكان يعيشوا ويتكاثروا فيه هو جسم الانسان، وخصوصا مخ الانسان. وفي الانمي ده البطل بيتعامل مع موضوع الطفيليات ده بشكل عبقري جدا ويخليك عايز تعرف اللي هيحصل بعد كده. وفي حلقه في الانمي ده اوعدك عزيزي الاوتاكو انها هتقطع قلبك من كتر الدراما اللي فيها. والانمي ده كله على بعضه 24 حلقه بس، يعني مسافه ما كوبايه الشاي تخلصها عزيزي الاوتاكو يكون الانمي خلص. اشجعك جدا انك تشوفه. المركز الرابع بقى عزيزي الاوتاكو هو انمي طوكيو جول. والانمي ده بيتكلم ان في مجموعه من البشر اسمهم الغيلان. وليه قلت انهم بشر؟ لانهم عايشين في وسط البشر عادي جدا ومش معروفين ان دول غيلان، لغايه لما يقرر الغول من دول انه عايز يشرب كوبايه دم، فيقرر انه يظهر نفسه. الانمي ده 4 مواسم بس عزيزي الاوتاكو، والموسم الواحد 12 حلقه بس. الموسم الاول والثاني كانوا جبارين ويستاهلوا كل لحظه تتفرج فيها، لكن الموسم الثالث والرابع ما كانوش قد كده الصراحه، لان في تحريف كتير جدا من المسلسل عن المانجا. لكن انا عن نفسي كملت الانمي ده لانه كان شددني جدا جدا في الموسم الاول والثاني. المركز الثالث عزيزي الاوتاكو هو انمي وان اوتس، وده انمي رياضي اتكلمنا عنه بشكل تفصيلي في سلسله انميات مدفونه. تقدر ترجع للحلقه يعني لو حبيت تعرف تفاصيل اكتر عن الانمي ده. بس فعلا عزيزي الاوتاكو ان الانمي ده مظلوم واندر ريتد، لان كلمه عظمه قليله على الانمي ده. والبطل بتاع الانمي فعلا معلم، لا معلم بمعنى الكلمه عزيزي الاوتاكو، يعني استاذ في التعامل مع البشر. الفكره بس ان الانمي بيتكلم عن رياضه البيسبول، وده عزيزي الاوتاكو مش عايز يخليك تحكم على الانمي قبل ما تشوفه. انا عايزك بس تخش تشوف اول حلقه، وبعد كده لو الانمي وحش وما شدكش انك تخلصه تعال قول لي في الكومنتات ان الانمي ده وحش، ولا انت مش واثق فيا يعني عزيزي الاوتاكو؟ انا عن نفسي واثق ان الانمي ده هيعجبك، واول بس لما تبتدي فيه هتلاقي نفسك مخلص الانمي، لان اساسا الانمي عباره عن 25 حلقه بس. ففعلا خساره كبيره لو انت ما شفتش الانمي ده عزيزي الاوتاكو. المركز الثاني عزيزي الاوتاكو هو انمي مونستر. والانمي ده واقعي جدا وبيتكلم عن احداث حقيقيه كانت بتحصل فعلا في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، وده اللي كان شددني في الانمي وخلاني اتفرج عليه للاخر. الاحداث ممكن تكون ممله شويه في الاول، لكن بعد كده بتشوف تحفه فنيه وكتابه رائعه للشخصيات. واكتر شخصيه هتحبها هي شخصيه الشرير، لانها افضل شخصيه تتعامل مع البشر في عالم الانمي كله. انت نفسك هتستغرب من كتابه الشخصيه دي، وانا عن نفسي انسى كل اللي كان موجود في الانمي وارجع اشوفه من تاني. ونيجي بقى للمركز الاول، انمي هجوم العمالقه. تحفه فنيه بكل المقاييس، من ناحيه الرسم والكتابه والشخصيات وترابط الاحداث والقصه وكل حاجه. كفايه عزيزي الاوتاكو ان الانمي ده كان فعلا بيتقارن بسهوله بواحد من اعظم المسلسلات اللي اتعملت وهي جيم اوف ثرونز. ده غير ان كان في حلقات من اتاك اون تايتن كانت فعلا بتاخد ريت 10 من 10. طب عزيزي الاوتاكو انا عايزك كده تنزل وتجرب تسال اي حد سواء بيتفرج على انمي او ما بيتفرجش، تعرف اتاك اون تايتن؟ هتلاقيه بيقول لك اكيد يا ابني عارف اتاك اون تايتن، هو في حد ما يعرفش الانمي ده؟ فعزيزي الاوتاكو انت لو ما شفتش اتاك اون تايتن لغايه دلوقتي انت بتعمل ايه؟ انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ يا ابني اقفل الفيديو وروح اتفرج على اتاك اون تايتن حالا. ايرين どうして泣いてるの وبكده عزيزي الاوتاكو دي كانت الليست بتاعتنا لافضل 5 انميات سينن. وعايزين نعرف برضو الليسته بتاعتك، ولو في انميات احنا نسينا نقولها قول لنا وشاركنا بيها في الكومنتات. وما تنساش بقى اللايك والشير وتدعمنا كده عزيزي الاوتاكو، لان ده فعلا بيشجعنا ان احنا نستمر. سلام.